الناس مش رحمه ومش عايزه تسال ليه خروان، او يعني في ناس مسمياه روان، ما فيش الكلام دوت. ليه الاخ في لاعب كده، سيبك من الاسماء اللي انا قلت لك من شويه دي وخلينا نتكلم في حاجه اهم. الكابتن الكبير العالمي مروان حمدي، الناس مش عايزه تسال هو ليه عمل كده، والناس عماله بتنتقد بس. اي نعم هو شتم واللفظ كبير، انا معاك، بس كده كده زي ما انت بتشوف ناس بتشتم مثلا في الكومنتات ما تشغلش بالك بيها، ده برضه بيشتم من بعيد. بس هل هيتم ايقاف كهرباء ولا لا؟ ما هو في الحالات اللي زي دي بيتوقف كهرباء عشان انا كلامك بمنتهى الامانه. يعني انا مستني خبر يطلع الصبح مثلا بايقاف كهرباء بسبب شتيمه مروان حمدي جمهور النادي الاهلي، او منكوح عيد، او مش عارف مين تاني شتم مع مروان حمدي اللعيب الخلوق، شتم جمهور الاهلي بوالدته. طب خليني بس افهمك على حاجه. الاول انت تعرف مين مروان حمدي؟ هل تعرف؟ بص هو يعني عشان تعرف ان هو مش فارق معاه المنظومه ولا فارق معاه حاجه خالص، وعارف ان احنا في منظومه سمك لبن تمرينتي. بص الصوره دي، الصوره دي نزلها، او البوست دوت نزله مروان حمدي، وبيقول لك مزعلك اعمل محضر. انا عايزك بس تزوم على الصوره. انا هحط لك الصوره في الكومنتات عشان طبعا مش هتعرف تزوم عليها في الفيديو، انا هحط لك الصوره في الكومنتات وعايزك تزوم عليها وتبص على الشكل العام عموما. طبعا ما تفهمنيش غلط تكون فاكرني بكلام عشان خلقه ربنا، لا طبعا. هل دي هيئه لعب كوره؟ انا هقول لك ارقامه دلوقتي مرعبه هتخضك. ارقامه تخلينا نفاوضه. احنا محتاجين نفاوض مروان حمدي، مش هكدب عليك يعني. بس المهم عايزك تزوم. بص حتى المنظر كده قسما بالله العظيم يا جماعه ما مجاله، قسما بالله اتحاسب على الحلفان، مش مجاله، ملوش دعوه بمجال الكوره خالص. وانا بكلمك بابتسامه، انا شايف ناس كتير متضايقه منه وبتاع، الموضوع ما يضايقش يعني. ده مش، انا قلت لك لما تبقى فاضي اشتم، لا ده تحت الفاضي، تحت الفاضي حرفيا. مروان ارقامه عشان ننجز، مروان 16 ماتش هدف، والله العظيم 3. انا دخلت اسرش عشان خاطر قلت شوف، انا عارف هو مش موجود، انا اتصدمت انه اساسا لعب 16 ماتش، يعني اتصدمت. حاولت اتاكد من المعلومه كذا مره لقيت انها صحيحه. ف 16 ماتش هدف. شتمت امبارح دي بالنسبه له باكتر بمليون هدف. طبعا غير بقى الدعم الرخيص من ميديا الزملكاويه الرخيصه. اركن فئه على جنب لو حضرتك مش من الزملكاويه اللي بتدعم الكلام ده، او انت زملكاوي بتتجنب الكلاشات دي، او شايف نفسك في حالك وشايف ان ماتش اهلي وبيراميدز ما يخصكش، فانت انسان عاقل. اركن نفسك على جنب. كل ما هو رخيص بقى من الميديا الزمالك اللي بنشوفها، ان في ناس لحد امبارح بتدعم الشيبي. في ناس بعت لي بوستات ان في ناس منزله صور لشيكابالا ويقول لك المفروض كان الشيبي يعمل زيهم. هو شيكابالا يا ابني عارف يشم نفسه وعنده قاعده جماهيريه زي الزمالك؟ انت متخيل؟ هو شيكابالا عارف يشم نفسه؟ فانا مش قادر اتخيل في ناس لسه بتدعم القرف اللي احنا بنشوفه. بس الغل والحقد كبير. لكن خليني اوصل لك عشان نقفل الموضوع بتاع خروان ونخش في اللي بعديه. خالد طلعت، مش هقول زي ما قلت قبل كده عشان لله يعني. المهم زي ما قلت لك 16 هدف، 16 ماتش جايب هدف، مستني يعمل ايه؟ فيطلع يشتم عشان خاطر ياخد بونت او ياخد لقطه، تبدا الناس تبدا تتكلم عنه، محدش يعرفه يا ابني. والله العظيم ما يلعب معانا في فرقتنا، والله العظيم ما عندوش فكره. ما عندوش يا جدعان، ما علينا عشان الكلام ده قلنا قبل كده فما نطولش. ربنا يعينه، صدقني ما تاخدش الموضوع على اعصابك. انا عارف ان الشتيمه صعبه، لكن هو راجل ما شتمكش فيس تو فيس. لو شفته في الشارع وبيشتمك بيبقى في حساب تاني عايز تقاضيه، وفي ناس محاميين تعمل له وكاله وتقاضيه. اداره النادي الاهلي تاخد مجراها زي ما هي عايزه. زي ما الشيبي راح رفع قضيه على حسين الشحات قبل كده في ماتش كره قدم امبارح. الماتش ده فيه كميه قواضي مش عايز اقول لك يعني، كميه قواضي تترفع كتير. نيجي للاخ خالد طلعت. دي المنظومه عندك مبدئيا. طب بكلمك عن خالد طلعت، بكلمك عن حاجه في العموم. المنظومه عندك يعني لو حد مثلا سالته خالد طلعت يعرف يشرح لك مهام مراكز 8؟ مش هيعرف. شوف انا حتى كاهلاويه هتلاقينا ناس زي كتير وناس محتوى غيري. هكلمك كوره، ولو حاجه تخص الاهلي هكلمك في حاجه تخص عن الاهلي. لو سالت خالد طلعت ايه المراكز الاساسيه والوهميه في الملعب، انا مش بقول لك خالد طلعت بس، رضا عبد العال. شفت رضا عبد العال اللي طالع بيعيط وبيسمعنا صياحه وانباحه؟ رضا عبد العال نفسه مش هيعرف يقول لك ايه المراكز الاساسيه والوهميه في الملعب. هو لا يفقه شيء. بيقول لك جوارديولا بيلعب كام يا كابتن رضا؟ فاكر قال له برضه اسمه ايه، مهيب دوت، قال له كله طاير. انت مدرك؟ ومهيب يضغط عليه ويساله كله طاير يا عم، بيلعب بكل الناس طايره. مش عارف 4-3-3 اسهل مش عارف جوارديولا بيلعب بكام، اشهر مدرب في العالم مش عارف طريقه لعبه. خالد طلعت نفس الكلام، وناس كتيره جدا بنشوفها في الاعلام نفس الكلام. وهنا مش عايز تفهم كلامي غلط عشان ما الاقيش واحد من الناس اللي ربنا يعينها. هو انتوا عايزين تطلعوا على الشاشات انتوا وبقيت جمهور النادي الاهلي؟ يا ابني الشاشه بالنسبه لنا ما تفرقش تماما. الميديا او السوشيال ميديا اقوى بكتير من الميديا او من التلفزيون نفسه او من الاعلام العادي.
السوشيال ميديا اقوى بمراحل، فده ما يشغلناش. لكن احنا بنتكلم في ناس بنشوفها على الشاشه بيمثلوا ان هم دول اعلاميين مصريين او اعلاميين رياضيين. هل انت شايف ان ده طبيعي؟ هل انت شايف ان خالد طلعت ليه علاقه بالكوره؟ لو سالته ايه مهام مراكز 8، ايه مهام السيرد باك، او ايه مركز 9 لو قلت له حتى كلمه 9 ونص هو ممكن يقول لك 9 ونص ده بيشتغلني ده ولا ايه؟ مش هيعرف احنا بنتكلم في ايه. هو مش هيعرف. رقم بالنسبه له على ودانه جديد. ومش مطالب منك يا سيدي ان احنا كجماهير نبقى كلنا فاهمين المصطلحات الكرويه وكلنا فاهمين لا خالص، بس مطلوب من اللي بيظهر على الشاشه كاعلام رياضي يبقى فاهم، خصوصا لو انت طالع بتتكلم في كوره. لكن انت بتطلع لنا واحد يقول لك ايه، يقف معايا النهارده ارقام، ايه ده ايه ده يا معلم، ايه ده يا معلم؟ انت طالع بتسرد ارقام احنا ممكن نخش نجيبها من على جوجل عادي. ممكن نخش نجيب على جوجل اقول لك انا سن فلان الفلاني كام سنه، الاهلي كسب الزمالك كام مره، شيكابالا سجل الموسم ده كام هدف. ايه انت مالك ومال الكوره؟ طيب نزل البوست دوت بيقول لك غريبه قوي ان 3 كبار من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي يطلعوا يسخروا من نادي بيراميدز. انا مش هقرا لك طبعا بالكامل عشان ما اطولش عليك، هحط لك البوست في الكومنتات اقرا براحتك، بس هنزل لك البوستات اللي قدامك دي اللي نزلها ال3 اعضاء بتوع مجلس اداره النادي الاهلي اللي هو بيتكلم عليهم ومضايقاه. التدليس في ايه يا معلم؟ انا ليه بتكلم؟ انا خالد طلعت ده ولا ما يقفش معايا حتى يسلم علينا احنا كجمهور النادي الاهلي، ما يقفش معانا في الشارع ده حتى بالنسبه لنا زي ما قلت لك من الناس اللي هي ملهاش قيمه رياضيه كبيره، فبيحاول يدخل نفسه. لكن بكلمك في الموضوع ده كل الدعم لمجلس اداره النادي الاهلي، كل الدعم لل3 اشخاص دول بالاخص، كل الدعم لاي بني ادم عنده دم حر كده للنادي. وان القصه بتاعت البلعوطي والتذكره ب 200 جنيه واعضاء مجلس الاداره هياخدوا 5 تذاكر واللي اتعمل معانا، وان الناس دي ما عدتهوش وحتى طلعت تحفل عليهم. حفل ويقول لك انت مسؤول، انت كده مسؤول. احنا كده حابين المسؤول بتاعنا يبقى بالشكل دوت، مش حابينك تلتزم الصمت. الشغل بتاع الصمت لغه العظماء اللي كنا بنسمعه ده انا ما بحبوش. قلت لك في بعض الاوقات ممكن تقول التزم الصمت، يعني زي ما احنا مثلا ممكن تشوف كومنتات شتيمه مش كل حاجه ترد عليها، مش كل حد هتشوفه بيشتم، مش كل حد هتشوفه بيغلط ترد عليه. لكن في اوقات وفي مراحل ما ينفعش انك تقف تقول فيها ايه الصمت لغه العظماء، وهي دي المراحل اللي عملها ان كان الجرحي او الضماطي او كان اي حد من 3 اعضاء مجلس الاداره دول. اي حد رفع البوست ده فيهم كل الدعم ليك، انت صح. واي حد ينتقدك ما هو الا انسان ما عندوش عزه نفس، ما عندوش كرامه، يا مخه في مشاكل. في حاجات زي ما قلت لك قبل كده ما فيهاش اراء، ما فيش حاجه اسمها تقول لي ايه انا مختلف معاك في دي ما فيهاش اختلاف. شفت في الكوره تختلف معايا كتير يقول لك انت ممكن تكون صح وانا ممكن اكون صح، انا بتقبل النقد وبتقبل الراي الثاني وده لازم يكون شيء طبيعي. لكن في الحالات اللي زي دي ما فيهاش راي ثاني، ما ينفعش ليه واحد طالع من النص يقول لي لا اسلام اصل دول مسؤولين بيمثلوا النادي الاهلي، زي الاهلاوي الكيوت اللي دخل يبعت لي ويقول لي عايزين ندعم رمضان صبحي عشان خاطر نفسيته. انا ما قلتلكش هاجمه ولا اشتمه، لكن مش هدعمه. انت عايز تدعمه يا حبيبي ادعمه، انا مالي انا. لكن ما علينا، كل الدعم مجلس الاداره. مستني بصراحه قرار لجنه الانضباط، او لا مالهاش دعوه بلجنه الانضباط بصراحه. ما اعرفش بصراحه مين اللي هيبقى مسؤول عن خروان ولا خريان مدريان دوت اللي طالع شتم جمهور الاهلي. اتحاد الكوره هيشطبوا لجنه، الله اعلم ايه اللي هيحصل، بس تقريبا اتوقع ايقاف كهرباء ماتشين. فاكر كده لما طارق حامد شتمه قال له بلافز امك يعني الشاشه باينه وكلنا قاريين شفايف طارق حامد او قاريين بقه حركه شفايفه. قال لك كهربا استفزه خد ايقاف لاخر الموسم، فالله اعلم يمكن كهربا امبارح استفز الواد خريان مدريان ده ولا حاجه وقام طلع شتمنا، فممكن كهربا يتوقف له ماتشين وده ياخد له 4 ماتشات ولا حاجه على حسب ما نشوف. ما علينا لحد كده، مش عايز اطول عليكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.